ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل فطائر القرفه، حاجه كده ما بين السينابون والكرواسون. وهقول لكم كمان لو احنا ما بنحبش القرفه ممكن نستغنى عنها ونحط حشوه تانية. وكمان لو احنا عايزين نغير في الحشوات اللي احنا بنحبها، يعني نحط اي حشوه احنا بنحبها، حاجه كده تنفع للفطار وكمان تنفع للمدارس، وشكلها لذيذ بجد. وبما ان النهارده كان اجازه يعني من المكتب والدرس، فالنهارده ابني حب انه يحط لي شويه اللعب دي، فما حبيتش ان انا ازعله. اول حاجه هنحتاج كوبايه حليب دافي. بس الحليب اللي معايا النهارده جبت كوبايه لبن، وحطيت عليها عصره ليمون او معلقه خل، بتلاقيها قطعت كده يعني، مايل كده لان هو يكون لبن رايب. وكمان هحتاج بيضه بدرجه حراره الغرفه. وكمان هحتاج معلقتين سكر ومعلقه خميره. واديلهم تقليبه كده، وبعدين هنجهز المكونات الجافه. هحتاج 400 جرام دقيق بما يعادل 3 كوبايات، وعليهم معلقة كبيرة، وكمان نص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح. واديلهم تقليبة كده، وبعدين اركنهم في جنب. وهحتاج كمان معلقتين زيت. واديلهم تقليبة كده، وبعدين احط بقى المكونات الجافة بتاعتنا، الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح. بعدين هننزل عليهم بمعلقة زبدة كبيرة. كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. واديلهم تقليبة كده، وبعدين بقى نشيل المعلقة ونبدأ نعجن بإيدينا لحد ما العجينة تلم معانا وتبقى ناعمة جدا، ومش مخرفشة كده. هنعجن شوية حلوين يعني. بالنسبة بقى للعجينة، احنا هنفضل نعجن فيها شوية لحد ما نشوف قوام العجينة عامل ازاي. يعني لو احنا لقيناها مثلا حطينا كوباية اللبن، لان دقيق عن دقيق بيختلف. لو حطينا كوباية اللبن كلها واحتاجنا مثلا رشة دقيق عشان نلم العجينة ونظبط الدنيا كده، نحطها عادي. ولو الدقيق يعني العجينة بتاعتي يابسة شوية، ممكن عادي نحط معلقة لبن كمان لحد ما نشوف قوامها ناعم جدا. وكده بقى بعد ما خلاص خمرت، ابدا ان انا بقى اشيلها احطها على الترابيزه، وافضي منها الهواء والمها كده واظبطها. وبعدين نبدا ان احنا نفردها مستطيل كده زي ما احنا بنفرد السينابون بالظبط. افضل بقى افرد فيها واظبطها كده واخليها كلها بسمك متساوي. يعني عايزينها يعني رقيقه مش تخينه قوي، لا رقيقه ولا تخينه، زي السمك اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وبعد بقى خلاص ما خلصت الفرد، ابدا ان انا اجيب نص كوبايه زبده بقى وابدا ادهنها. وهنا بقى بدل ما ندهن، لو احنا ما بنحبش بقى القرفه وكده، بدل ما ندهن الزبده هندهنها نوتيلا، دهنه يا دوبك خفيفه قوي رفيعه قوي. بالنسبه بقى للحشوه القرفه اللي انا بحطها، انا حطيت قرفه وكاكاو وسكر. لو احنا ما بنحبش القرفه نحط سكر وكاكاو بس. بقى نبدا نشوف الخطوات بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي، عشان انا مش هعرف اشرح لكم قوي.
وبعد ما خلصت بقى ابدا ان انا اسويها كده وبططها كده عشان تبقى مفروده شويه، عشان احنا مش عايزين حجم الفطيره بتاعتنا او القرصه بتاعتنا تخينه او سميكه. بعدين بقى نبدا نقطعها شرايح كده. وشوفوا بقى بعد ما قطعناها قد ايه شكلها حلو من جوه وممرقه كده بالزبده والقرفه واللي احنا عملناه. نخلص بقى في تقطيع الكميه كلها شرايح. لو انتي مثلا حابه ان يكون الفطيره بتاعتك يعني كبيره شويه، هتقطعي الشريحه سميكه شويه يعني كبيره شويه. ابدا بقى ان انا اظبط الفطيره بتاعتي او القرصه كده. احاول ان انا الفها كده رول، يعني ايه عكس عكاس، يعني من ايد بتلف عكس والتانية الايد التانية بتلف عكس، لحد ما تبقى شكلها عامل زي الحلزونة كده. وبعدين نظبط الطروف ونظبطها نقفلها قوي عشان لما تخمر ما تفردش وتفتح معانا ويبقى شكلها ضاع، الشكل اللي احنا بنعمله من ساعتها ضاع. اعمل كمان واحدة معاكم. بعدين بقى خلص كده، بعدين احطهم في صاج فيه دهنة زبدة يا دهنة زيت. انا بفضل ان احنا نخبز في الالمونيا، سواء بقى الكيك او المخبوزات، كده بيبقى فظيع. المخبوزات والكيك والحاجات دي لما تبقى محطوطة في الالمونيا تبقى رهيبة، طلع احلى نتيجة. وبعد ما خلصت بقى اسيبهم يعني يخمروا شوية لحد ما اسخن الفرن على درجة حرارة 200. واول ما ادخلهم الفرن في الرف الوسطاني انزل الحرارة من 200 لحد 180، والفرن شغال من تحت بس. هنسيبهم بقى يخمروا ويظبطوا كده. بعدين هندهنهم صفار بيضة، معلقتين لبن، وعليهم رشة فانيليا، وكمان رشة قهوة سريعة الذوبان. وابدأ بقى ان انا ادهن واخلص كده، وبعدين هدخلهم على طول على الفرن يكون مسخن بقى ومظبط زي ما احنا قلنا. ولو احتاجنا ان مثلا ان هي اصلا من صهد الفرن هي تحمر من فوق وهتبقى زي الفل، لو احتاجنا الشواية هنشغلها كده تاخد لها لون خفيف من فوق وبس كده. واول ما طلعت من الفرن انا بحب اغطيها كده بكيس بلاستيك عشان تحافظ على طراوتها كده، وبتبقى فظيعة. الفطيرة بجد رهيبة، وكانت ريحة الشقة ياه جميلة. كده بقى خلصت الفطيرة بتاعتنا او القرصة بتاعتنا الجميلة الرهيبة ديت، اللي هي شكل جديد كده وحلوة، والولاد بيحبوا الحاجات الغريبة دي. كمان ان هي قد ايه طرية وتحفة جدا وريحتها فظيعة بجد. نفتح بقى واحدة ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه كده، واللفة اللي احنا لفناها ديت بقى شكلها عامل ازاي من جوه، شكلها تحفة قوي. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكوا كل جديد. كمان اكتبوا لي في الكومنت اذا كنتوا جربتوها ولا لا. بشوفكم على خير وباي باي.